والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. وقبل ما نبدأ اي حاجة، لو لسه ما شفتش الحلقة الاولى والتانية والتالتة من مسلسل سفاح الجيزة، ارجع وشوفهم وتعالى كمل معايا الحلقة الرابعة من المسلسل، عشان في تفاصيل واحداث كتيرة مش عايزك تتوه مني. وفي بداية الحلقة بنشوف جابر وهو بياخد جثة فادية بيدفنها في الغابة، وبيفضل يجر فيها لحد ما يوصل للحفرة اللي كان لسه بيحفر فيها دلوقتي عشان يدفنها في المكان. وبيرجع تاني العربية وبيسحب جثة تانية، والجثة دي جثة الراجل اللي كان بيسأل على فادية، وعمل معاه كده عشان ما يسيبش اي دليل وراه ولا حد يقدر ان هو يتهمه باي حاجه، وردم عليهم هما الاتنين ومشي على طول من غير ما حد يحس باي حاجه. وبتبدا الحلقه وجابر قاعد جنب حوض السمك وهو بيفكر هيعمل ايه بعد كده، ومش بيفكر بس، كمان وعامل صينيه بشاميل كده في الرايق عشان يعرف يفكر على ايه، على مزاج جميل. ونرجع تاني بالزمن لسنه 1990 شهر مارس، ونشوف جابر وهو بيسرق سندوتش الكبده من امه، وامه بتمسكه وتجره في الارض وبتحبسه في قفص حديد زي الكلاب. وزي ما انتم شايفين كده ان المعاملة دي ممكن تخلي من طفل بريء لسفاح كبير. ونرجع تاني لشخصية يوسف وهو في مصنع الحاج سيد، وعم صادق كان حزين وعمال يعيط بسبب اختفاء بنته بقالها يومين، وهو عمال يدور عليها هو ومراته، ولحد دلوقتي ما يعرفوش عنها اي حاجة. واول ما شاف يوسف قال له انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، اروح اعمل بلاغ بسبب اختفائها ولا مش عارف اعمل ايه؟ لكن على طول هنا يوسف رفض، قال له بلاش عشان لما تلاقوها ما تلبسوش بلاغ كذا. وقال له هي هتروح فين يعني؟ اكيد هتلاقيها هنا ولا هنا. وقال له انا مش عايزك تقلق خالص، انا من رايي ان انت تاخد اجازه، واذا كان على المرتب ما تقلقش، شغال زي ما هو. قال له ما يتحرمش منك يا رب، انا مش عارف اودي جمالك فين والله يا استاذ يوسف. وقال له انت على راسي يا عم صابر، وقاموا سابوا امي. واللي يعرف مين بنت عم صابر يكتب لي تحت في الكومنتات، ويلا نتابع احداث الحلقه. وهنا الشرطة لقت جثة مدفونة في الصحراء، ووصل الخبر للضابط حازم، والمواصفات كلها بتدل ان دي هالة صاحبة زينة. وجابر هنا كان قاعد بيتفرج على شقة عاوز يشتريها، ولقى خبر على النت جثة البنت اللي لقوها، خاف طبعا وفتح الخبر عشان يشوف باقي التفاصيل، وعرف ان الداخلية عرفت بيانات الجثة. وبعدها على طول اتحرك عشان يروح لزينة، وقال لها انا عندي خبر مش كويس، وحكى لها ان البوليس لقى جثة هالة، وقال لها ما تقلقيش مش هيلاقوا حاجة تانية، والباقيين مش بعاد عن هنا، بس ما تقلقيش انا هحلها زي ما حليتها المرة اللي فاتت. وزينة راحت ردت عليه وقالت له هتعمل ايه يعني؟ قال لها لازم اعرف البوليس هيعرف ايه، وقال لها كمان يمكن اختفي يومين تلاتة، بس ما تقلقيش معاكي اكل وميه يكفوك. وقالت له انا خايفه ما ترجعش وخايفه ما نمش. رد عليه وقال لها انا مستحيل اتخلى عنك، ومليون في المية هتنام. وبدأت زينة ترجع بالزمن كده في 2018 شهر يناير، وهي بتعيط لجابر، وكانت بتقوله انها عمالة بتعيط وبتصوت كده من بطنها، وراحت اتخبطت في الكومودين ووقعت شكلها مات، وهي كانت منتحرة من العياط وخايفة جدا. قال لها جابر لازم تهدي وتتصرفي بسرعة مفيش وقت، قال لها تاخدي شنطتها وتفضيها وتسحبيها جواها. قالت له اعمل كده ازاي يعني؟ انا مش هعرف اعمل كده خالص. قال لها خدي تليفونها وخدي فلوسها عشان نحتاجها في الورطة اللي احنا فيها دي. وقال لها زينة انت لازم تتصرفي بسرعة قبل ما جسمها ينشف وما تعرفيش تدخليها. وردت عليه زينة وقالت له انا مش هعرف اعمل كده يا محي. ورد عليه وقال لها لازم تهدي وتتصرفي بسرعة مفيش وقت. وبعدها خلصت زينة وقفلت الباب وطلعت ومشيت من الفندق من غير ما حد يشوفها ولا يحس بيها خالص، وفضلت تأمن نفسها وهي طالعة من الفندق. وطلعت زينة من الفندق وهي شايلة هالة في الشنطة بعد ما ماتت. وجابر هنا قال لها كنت اتخليت عنك ساعتها، ما تخافيش يا حبيبتي انا في ظهرك. وبعدها قال لها انا لازم اتحرك. وبعدها راح لسلمى وكان بيعمل اكل، وسلمى دخلت عليه وفضلت تزعق له وبتقول له هو انت عايش في فندق؟ رد عليه وقال لها هو انا مش قايلك ان انا مسافر في شغل؟ ردت عليه وقالت له الكلام ده مبقاش ياكل معايا يا محي، اللي مسافر في شغل ده بيقول لمراته هو رايح فين وجاي منين وجاي امتى ورايح امتى والكلام ده كله. وبعدين شغل ايه يا ابو شغل ده؟ انت كنت من شهرين تلاتة كنت بطلعت مني قد كده. ورد عليها محي وقال لها انت عارفه كويس الظروف اللي كانت بتخليني اخد منك الفلوس دي. وردت عليه وقالت له بص يا محي انا خلاص اتخنقت. قال لها معاك حق، انت عشت معايا ايام صعبه واستحملت كتير، بس زي ما عشت معايا ايام صعبه عايزك تعيشي معايا ايام حلوه. اوعي تكوني فاكره ان مش مقدر كل اللي انت عملتيه عشاني. ومشيت سلمى من قدامه وفضل باصص لها كده، ومشي وراها وقعد جنبها كده وقال لها سلمى على فكره انا بحبك واكتر ما انت فاكره بكتير، كل اللي بعمله ده عشان اليق بيكي وعايش عيلتك المستوى اللي يستحقوه. ردت عليه سلمى وقالت له هي فين عيلتك ده يا محي؟ انت والبيبي اللي هيجي ان شاء الله. قالت له مش عوايدك يعني تتكلم عن الخلفه؟ قال لها تعالي وهفهمك على كل حاجه. وتاني يوم ام جابر رنت عليه وسلمى كانت نايمه في سبع نوم، واول ما رد عليها امه قالت له على طول جابر فاديه بقالها شويه ما بتجيش، تعرف حاجه عنها؟ قال لها لا معرفش حاجه، ما تجربي كده تكلمي اهلها.
قالت له: هو انا مفيش مره اسالك على حاجه وتقول لي عارف؟ امها هي اللي كلمتني وقلقان عليها. قال لها: انا ما عنديش معلومه، بس سامع كلام كده الله اعلم صح ولا لا. قال لها: اصل دي اعراض، سيبيني اتاكد الاول وبعدين ارجع لي. قالت له: خلص يا جابر. قال لها: سمعت كده انها ماشيه مع الواد جمال. قالت له: جمال السواق ازاي؟ دي بنت عبيطه ازاي ما خافتش من اهله ومن مراته. قال لها: يا حاجه اوعي تجيبي سيره لحد، هتطقص وارجع اقول لي. قالت له: طب قول لي يا جابر، هي خدت منك فلوسها؟ قال لها: نبقى نتكلم لما نتقابل. وقفل معاه وراح عشان يشوف سلمى في الاوضه، وسلمى كانت في الحمام. واول ما راح لها قال لها: صباح الخير. قالت له: صباح النور. قال لها: صحيتك ولا انت صحيت لوحدك؟ قالت له: عادي ولا يهمك، انا صحيت عادي. قال لها: معلش جات لي مكالمه شغل ان الشحنه واقفه في الجمارك بتاعه اسكندريه. قالت له: يعني هتسافر تاني؟ طبعا، مره الصين ومره اسكندريه. قال لها: قلت لهم اتصرفوا انتوا عشان تعرفي ان انت ظلماني. قالت له: ماشي اما نشوف. قال لها: اروح اعمل لك فطار يمكن قلبك يرضى عني. قالت له: ماشي. والجرس مره واحده رن، راح يشوف مين اللي بيرن الجرس، وقال له: السلام عليكم. رد عليه وقال له: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال له: سلمى محمود نصر فين؟ قال له: خير في ايه؟ انا جوزها. رد عليه وقال له: خير، غير هدومك انت وهي وتعالى عايزينكم في اسم الدق. وراحت الاسم، والظابط حازم بدأ ان هو يحقق معاها ويقول لها ان احنا من يومين لقينا جثة مدفونة في الصحراء، يعني سنها حوالي 21 سنة. فسألها قال لها: زين اختك فين؟ قالت له: زينة في دبي. قال لها: زين اختك ما سابتش مصر. فسلمى اتخضت مرة واحدة كده وقالت لهم: زين اختي فين؟ زين اختي ماتت؟ رد عليها الظابط حازم وقال لها: هلا اللي ماتت. والمهم فضلت تقول ان انا معرفش حاجة عن زينة ولا كلمتها ولا اعرف اي حاجة عنها ولا كلمتها حتى من ساعة ما سافرت، ومن ساعة ما سافرت واخبارها اتقطعت عني خالص. وبعدها دخل محي برضه عشان الظابط حازم يحقق معاه، واول ما شافه قال له: هلا ماتت. قال له: ازاي يا باشا؟ لا اله الا الله، ان الله وانا لا راجعون. وقعد بقى يصيح شويه مع نفسه. وبعدها قال له: اقعد يا محي. قال له: انا عاوزك تهدى كده وتركز معايا وتقول لي كل حاجه انت عارفها عن هاله وزينه. قال له: كل اللي اعرفه ان هم اصحاب قريبين قوي، ان هم بيسعوا مع بعض ان هم يلاقوا ادوار تمثيل وحاجات زي كده. وبعدها عشان ما يطلع من الموضوع فضل بقى يتوه ويساله، يقول له: ابنك ده عنده كام سنه ويعرف شويه حاجات عنه وكده. وبعد كده قال له: خلاص تقدر تتفضل. ومشي محي. وسلمى بره كانت عمالة تعيط وزعلانة على أختها جدا وخايفة عليها يكون حصل لها حاجة، ومحي كان بيهديها وبيقول لها: ما تخافيش إن شاء الله مفيش أي حاجة حصلت لها. ومحي روح البيت وكان بيعمل بيض كده، وهو قاعد بيعمل البيض ده بيتفرج على الأخبار ويشوف إيه الجديد في القضية. وتاني يوم راح زيارة للحاج جمال في السجن، والحاج سأل يوسف: إيه أخبار المصنع يا يوسف؟ قال له: الحمد لله ماشي تمام. قال له: مش ناقصة غير طلتك. الحاج راح رد عليه وقال له: أنا عمري ما أنسى جميل شلت المصنع ده يا يوسف. وقال له: ربنا قدرني ورد جمالك ده يا يوسف، تعرف ان مفيش غيرك شالني في محنتي دي، حتى اصحابي اللي هم عشرة عمري ما عملوش اللي انت عملته ده يا يوسف. قال له: معلش يا حاج ما تزعلش نفسك، صوابعك مش زي بعضها. ورد عليه وقال له: اوعى تكون ما بتاخدش الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها. راح رد عليه يوسف وقال له: ما تشغلش بالك بالحاجات دي يا حاج، انت بس فوق كده وارجع للمصنع وشغله ونسوانه. قال له: انا مش عايز ارجع للمصنع ولا ارجع لاي حاجه، انا عايز ارجع لربنا واتوب واكفر عن سيئاتي كلها. ومره واحده واول ما قال له اتوب وش يوسف اتقلب بصوا 180 درجه، وتحس ان هو اتضايق اول ما عرف ان هو عايز يتوب ويرجع لربنا. اتضايق قوي وهو عايز الناس كلها تكون وحشه زيه. وهنا قرر الحاج ان هو يكتب المصنع وكل املاكه كلها لاخته وعيال اخته، لان طبعا الخال والد زي ما هو كان بيقول. ومره واحده وش يوسف اتقلب وقال له: ربنا يديك طولة العمر يا حاج. وبعدها دخلت ام زينة الاوضه علشان تكلمها في الفون، وامها بتقول لها: انت ما بترديش على الرسايل اللي ولا على مكالماتي. قالت لها: معلش يا ماما كنت في تصوير. وبتقول لها: لو صاحبتي كلة مقتولة والبوليس كل شوية ياخدهم على الاسم. قالت لها: أنا في تصوير دلوقتي يا ماما وهقفل دلوقتي مش عارف أكلمك. وبصت لجابر وقالت له: إيه رأيك؟ حلو. وبعد كده جاب أم جابر وهي ماشية في الأرض، وهي ماشية زي كده بتقع في السجادة. وأول ما وقعت فضلت تفتكر زمان بقى وهي بتقتل أبو جابر، وكان جابر واقف بيتفرج عليها. وبس كده يا أبطال، وبتخلص الحلقة الرابعة من مسلسل سفاح الجيزة. ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت ارجع وشوفها، ومستني رأيك تحت في الكومنتات. واستنوا بكرة الحلقة الخامسة من مسلسل سفاح الجيزة. واهم حاجة ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس اهم حاجة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ومش عايز اطول عليكم يا ابطال، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.